تحضيرا لاستقبال عيد نوروز، تشهد محلات بيع الأقمشة والأزياء الكردية النسائية في شارع التلالي وسط كوباني إقبالا غير مسبوق على شراء الأقمشة والحلي الذهبية من أجل تصميم الزي الكردي التقليدي من التراث الشعبي، حيث لا تزال الكوبانيات تتفاخرن بارتداء الزي التقليدي الذي يميز المرأة الكردية عن غيرها من النساء. بالنسبة للعيد الشغل كويس، شغلنا كويس، بس العالم قليلة مو بقدر كل سنة، يعني بدك تقول نص قيمة العالم اللي عام الماضي كان أكثر من هيك، بس الشغل أكثر من عام الماضي، بما أنه كل ما عم بروح عم نجيب موديلات جديدة. نحن في عندنا قماش مغربي، في إيراني، في كردستاني، في تبع دبي، جميع الأنواع اللي عندنا. كمان القطعة شو صاير غلاء، القطعة اللي أول حقه كان ليرة صاير ليرتين، بدك تعتبر إنه صاير دبلين، يعني بما إنه غلاءة الدولار، دولار غالي، نحن عم نحسب مثل دولار وما عم نلحق عليها كمان. الحمد لله في عندنا قطعة من 4000 ل 120,000. تنشغل الفتيات هنا بتقليب واختيار بعض الأقمشة التي تناسب تصميم زيها لهذا العام، فهن يفضلن ارتداء الزي التقليدي لما له من جمالية ينفرد بها عن الأزياء الأخرى، وأن التغييرات في تصاميم الزي الكردي النسائي قد زادت من جماليته وجعلته يواكب الموضة، فهن يملن إلى ارتداء الزي التقليدي الحديث الذي يخرج المرأة كأنها لوحة فنية ممزوجة فيها جميع ألوان الطيف. بنشتغل عنا هون فساتين كردية، أزياء كردية، يعني ولجميع المناسبات طبعا. ونحن هالسنة مو مثل السنة الماضية، السنة الماضية كنا نشتغل مثلا فساتين، يعني هلا هالسنة صار في تطور عنا، صرنا نشتغل على أساس مغربي وجزائري، وأصلا اللبس اللي هالسنة نازل لبس يعني هو الكردي. طبعا نحن دائما نعتمد على اللباس الكردي، بدنا ندخل فيه شيء غير، يعني شيء أوروبي، شيء أمازيغي، شيء جزائري، مغربي. إن شراء الأقمشة وتفصيلها تعد من الطقوس الثابتة لدى المرأة الكوبانية بمختلف الطبقات والمستويات المعيشية، وتبقى الاستعداد لاستقبال عيد نوروز من المواسم والطقوس المهمة لدى أهالي كوباني، والتي يحرص عليها النساء في كل عام لاقتناء أجمل ما يرتدى من الملابس، فهن يستعدن لاستقبال عيد نوروز والمناسبات الربيعية قبل حلوله بشهر. لبرشاف FM، زوزان بركال، كوباني.